عليكم ورحمة الله وبركاته. مباراتين في الدور ال16 لكاس مصر اتلعبوا اليوم، الزمالك ومودرن اللي عمل مباراة جميلة. لو مودرن أدى ال17 لقاء، 17 مباراة بتوع الدور الأول للدوري المصري بهذا الأداء، ما كانش بقى ده وضعه في الجدول 9 بونت، وبيصارع الهبوط ومحتاج معجزة عشان يقعد. لكن عمل مباراة كويسة. كان الزمالك تقدم بهدف عن طريق دونجا في الدقيقة رقم 5. في أول 5 دقايق أحرز هدف الزمالك، وقدر يخرج الشوط الأولاني متقدم بهدف. ثم تعادل مع بداية الشوط الثاني، تعادل مودرن بهدف لمعتز الزدام، هدف جميل بدماغه، وخرجوا تعادل ووصلوا للشوط الإضافي الأول ثم الشوط الإضافي الثاني، وقدر العجوز شيكابالا يخلص المباراة بعد عرضية ولا أروع من زيزو. طبعا فضلوا المرمى، راح حاطط يمينه خلص عليهم في الدقيقة 109، وقدر الزمالك يوصل للدور الثمانية على حساب مودرن. ثم البنك اللي طبعا عامل عظمة هذا الموسم، كان بيلاعب النادي المصري. طبعا النادي المصري فرقة قوية، قدر البنك يتقدم بهدف في الدقيقة 23 عن طريق المتألق أسامة فيصل، ثم هدف تاني عن طريق المتألق أيضا ياو النور، لعيب جامد طبعا. ياو النور اتكلمنا عليه أكتر من مرة، إضافة لأي فرقة بصراحة. قدر المصري يرجع في الدقيقة 92 بهدف لإبوكا، وحاول إن هو يقدر يتعادل في الدقايق الأخيرة، لكن ما قدرش. هجمة أخيرة اتردت مرتدة، جريندو خلص رصاصة الرحمة 3-1 في الدقيقة 95 يخرج المصري. يبقى كده وصل البنك ووصل الزمالك للدور الثمانية من كاس مصر. بس المباراتين كانوا جمال بصراحة، وطبعا كلنا متعودين على مباريات الكاس، ما بنقولش فرقة قليلة وفرقة كبيرة وفرقة تحت وفرقة مفاجآت. الكاس كله مفاجآت، ولكن النهارده يعتبر ما فيش مفاجآت. البنك أصبح فرقة كبيرة، أصبح من الخمسة الأوائل. يمكن هو والمصري تبادلوا المركز الرابع لحد ما المصري سبقهم بنقطة، ولكن لسه معانا 8 مباريات، وإن شاء الله هتبدأ مباريات الدوري المرحلة الثانية بعد بكرة بإذن الله. معاكم كل جديد سنتحدث عنه مع حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله.